أصدقاء الدحيحة من كل مكان في الجمهورية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم الدحيحة مع الدحيح الكبير دكتور كرولوس ناروز. ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا الفيرست ويكلي اسسمنت. يلا يا صديقي، عندنا طلعة مهمة وطلعة خطيرة هنحل فيها التقييمات مع بعض، ونبدأ بالفيرست ويكلي اسسمنت. يلا بينا يا شباب ونشوف question number 1. Which of the following represents the combination of two atoms of an element whose atomic number 8؟ لا تعالى كده واحدة واحدة. تفتكر الاليمنت اللي الاتوميك نمبر بتاعه 8 ده مين؟ انا عارفه، ده الاكسجين. تمام. الاكسجين لما تيجي حضرتك تعمل الكترونيك كونفيجريشن كي ال يبقى 2 و6. مش احنا كنا بنوزعها اهو 1 اس 2 2 اس 2 2 بي، ايوه اسمع 2 بي 4. يعني الفالنس شيل فيه كام؟ في 6 الكترون اهو. ال6 الكترون دول بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه علشان اكون بوند جديده لازم اشير بكام الكترون؟ هو عنده 6 الكترون، في منهم 2 لون اللي هم منهم 2 لون بير، وعنده 2 الكترون جاهزين يعملوا له اي بوند. ده الاكسجين عنده، بما ان الفالنس بتاعه 2 يعني هو يقدر يعمل 2 بوند. طيب مع اكسجين تانية، ما هو قال لك اهو اتوميك مع اتوميك، برضو عندها التو لون بير، وادي عندها اهو التو بوند. بص معايا، ادي الدبل بوند اتكونت. اسال سؤال، each اتوم شير بكام الكترون من الوضع اللي حضرتك شايف؟ كل اتوم بتشير ب 2 الكترون اهو، يبقى each اتوم شير باي 2 الكترونز. وخلصت. question number 2. noble gases molecule consist of. يا جماعه النوبل جاز مش بتكون بوند ولا بتعمل رياكشن. طالما مش بتكون بوند ولا بتعمل رياكشن يبقى هي ملهاش علاقه بحاجه تاني. يبقى هي عباره عن كام اتوم؟ ايوه عباره عن 1 اتوم. The opposite graphical figure show the successive ionization potential of element X. تعال نقرا الايونيزيشن بوتنشال دي بتركيز. First ionization potential منطقي، second منطقي، third منطقي، fourth زاد شويه. نيجي عند الفيفس، لا. بص عند الفيفس ابتدى يطير جامد، عند السكس ابتدى يطير جامد. لا، ما انا عايز افهم ده معناه ايه. معناه ان الاليمنت ده اخره يلوز 4 الكترون. ده اخره يعمل فورس ايونيزيشن بوتنشال، يبقى اخره يلوز 4 الكترون. يعني انا لو قلت اكس دي ارسم عليها كام الكترون؟ هتقول لي ارسم عليها 4 الكترون، لان الفالنس شيل بتاعها فيه 4 الكترون. طب ما انا مش بتكلم على اكس. So, the Lewis dot representation symbol of element Y that precede X. يعني ايه؟ بالنسبة لواي اللي مع X في نفس الجروب، هو معاه في نفس الجروب. طالما معاه في نفس الجروب يا صديقي، هنفترض مثلا ان هما في الفور A، يبقى ده برضو في الفور A، يبقى الفالنس بتاع ده زي الفالنس بتاع ده، الفالنس لنفس الجروب ذا سيم. يبقى يور انسر. تعالى بقى نشوف الانسر بتاعتنا. ايوه معلش بقى نشطب بقى الحاجات دي بقى عشان نعرف نختار. ايوه your answer will be، انا كتبت واي وعليها 4 بوند، يبقى your answer will be B. وصلت؟ يا رب تكون وصلت. number 4. which of the following molecule contain largest number of lone pair of electron؟ واحده وتعالى نحسبها. Mg، الام جي دايما بيكون عليها 2 الكترون، والاكسجين احنا قلنا بتعمل الاكسجين بما ان هي داي فالنت فبتشير ب 2 الكترون، او في الحاله دي بتجين 2 الكترون. دايما الاكسجين لما تشوفها تعرف ان عليها 2 لون بير. يبقى هنا يا دكتور 2 لون بير. طب بالنسبه للان اي سي ال يا اولاد، الان اي سي ال عليه الكترون والسي ال عليه كام؟ ايوه انت حافظ، السي ال بيكون عليه 7 اهو، 1 مع الصوديوم. خلاص مش مشكله، يبقى ده عليه كام لون بير؟ هو بيسال على اللون بير، اللون بير هنا 3. طب ام جي سي ال 2، ادي الام جي والسي ال الواحده عليها 3 لون بير.
3 لون بير على الكلورين، خلاص يبقى هنا ادي 3 وادي هنا 3. الله يفتح عليكم، يبقى انت عندك 6 لون بير. تعال نشوف Na2O. انت عارف خلي بالك ان وجود الاكسجين هيعمل كام؟ طبعا انا برسم رسم افتراضي يعني، بس الاكسجين بيكون عليه 2 لون بير. مين عنده اكبر عدد؟ ايوه سي عندها اكبر عدد. Question number 5. The electronic structure of atom Q and R are shown. خلي بالك الكيو لو جيت تعد الالكترون في الفالنس شيل اللي هو الاوتر ليفل بتاعها هتلاقي فيه 7 الكترون. طالما 7 الكترون يا صديقي يبقى الفالنسي مونوفالنت. طب بالنسبه للار، الار ما عندهاش غير الكترون في الفالنس شيل، يبقى ده ايه يا دكتور؟ ايوه برضو مونوفالنت. طالما مونوفالنت دكتور العزيز دكتور العزيز مونو يبقى هنا كيو ار. هو 1 يبقى دي تروح مع دي يبقى كيو ار. يبقى الكومباوند بتاعي هيبقى what the formula of this compound is QR. اللي بعده a non-metal X react with metal M to give the formula M2X. لا تعال نفسر. يعني ايه M2X؟ يعني الاكس دي بتاعت، يعني ال2 دي بتاعت الاكس، يبقى ده الفالنس بتاع 2 ده الفالنس بتاع 1. which pairing below the most like element represented by M and X. انا كده فهمت نقطة يا جماعة، ان الام لازم يكون مونوفالنت والاكس لازم يكون دايفالنت. طيب حلو قوي الكلام ده، مونو دايفالنت. طب ما تيجي نشوف بقى بالنسبة للليثيوم. الليثيوم يا ولاد، الليثيوم يا ولاد اهو الليثيوم، تعال نوزعه كده 1s2 2s1. خلاص يبقى يا دكتور الليثيوم ماله؟ ايوه ده مونوفالنت اهو، الفالنس شيل فيه الكترون. طب السلفر يا ولاد، السلفر وزع كده 1 2 3 2 3. يلا كده يا شباب، ها 1s2 2s2 2b6 3s2 3b3 سوري 3b4 اهو. يبقى الفالنس شيل بتاعك بقد ايه؟ في 6 الكترون، يبقى انت تجين الكترون، يبقى انت دايفالنت. دكتور هي دي الاجابه بتاعتي بي، صح كده؟ انا الليثيوم والسلفر هي دي الاجابه بتاعتي. طب ليه يا دكتور الكالسيوم والنيتروجين؟ الكالسيوم يا جماعه دايفالنت والنيتروجين ترايفالنت، دول ما ينفعوش اصلا. سيليكون واكسجين، السيليكون تترافالنت والاكسجين دايفالنت، ما ينفعوش اصلا. مونوفالنت ما ينفعوش، احنا عايزين واحد مونوفالنت ودايفالنت، ودي شفتها في الكيميكال فورمولا. ركز في السؤال اللي جاي، وركز من فضلك يا صديقي، الاسئله هنا حساسه جدا. ركز اللي هناك ده، ايوه ركز. which of the following doesn't conduct electricity؟ تسال نفسك هو مين بيكوندكت الالكتريستي؟ لازم يكون ايونيك كومباوند، والحاجه الثانيه لازم يكون ليكويد اور اكواس عشان يوصل الالكتريستي، غير كده ما يوصلش. يعني لو سوليد ما يوصلش. NaCl اكوس يوصل، بوتاسيوم كلورايد يوصل، مغنيسيوم كلورايد سوليد دكتور لا ده ما يوصلش، قولا واحدا. MgCl2 ليه يا دكتور؟ ما هو ايونيك، بس سوليد. احنا عايزين ايونيك يكون ليكويد او اكوس. which of the following choices represent a group whose element together form a strong ionic compound؟ strong ionic compound يعني عنده high difference in electronegativity. الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي عالي جدا. طب ده بيكون ازاي؟ لما يبقى عندك element من ال1A وelement تاني من ال7A.
اعلى الكترونيجاتيفيتي مع اقل الكترونيجاتيفيتي، يبقى الديفرنس بينهم كبير، يبقى your answer will be D 1A مع 7A. Which of the following equation express constituents reaction؟ يعني ايه يا دكتور؟ مش فاهم. يعني مين من دول يعمل لي رياكشن سريع جدا، او من الاخر كده احنا بنسميه لحظي في ثانيه او جزء اقل من الثانيه. لازم تعرف اللي يعمل النوع ده من الرياكشن هو الايونيك كومباوند. الايونيك كومباوند هو اللي يعمل النوع ده من الرياكشن. تمام. طب لازم الرياكشن يتم بين ايونيك كومباوند. طب فين يا دكتور ايونيك كومباوند؟ ماشي. اول حاجه ده ايونيك مع ايونيك، طلع ايونيك وايونيك، تصدق هي دي تنفع صح. طب ليه بي ما تنفعش؟ ماشي، ده اليمنت وده مش ايونيك كومباوند، ده كوفالنت كومباوند، يبقى دي غلط. ده كوفالنت موليكيول مع كوفالنت موليكيول، ده غلط خالص. هنا اف اي مع اتش سي ال، حبيب قلبي الاتش سي ال ده كوفالنت وده اليمنت، هو هيريبليس مكانه بس هياخد وقت. فاسرع رياكشن عندي، خلي بالك هقول لك معلومه حلوه قوي لثالثه ثانوي، الرياكشنز اللي بتتم بين اكوس واكوس والاثنين ايونيك، ده رياكشن بيكون في ثانيه لثانيه وبنسبه كبيره. الرياكشن ده بيطلع بريسبتد بنسبه كبيره، لكن في رياكشنز طبعا مش بتطلع بريسبتد، بس الرياكشن السريع قوي اللي بيطلع بريسبتد اللي هو بنكتبها اس. اخر سؤال، metals tend to reach electronic configuration. يا جماعه الميتال بتند تو ريتش ايه؟ لو انت عندك صوديوم Na11، تعالى كده نشوف الصوديوم 1s2 2s2 2b6 3s1. حلو. تفتكر معايا صديقي الصوديوم لو هيلوز الكترون ماشي، هيبقى زي مين؟ اعتقد لما يلوز الكترون ده هيبقى زي النيون. الالكترون كونفيجريشن بتاعه بقى زي النيون، يبقى هيكون زي الانرت جاز. انهي واحد بقى؟ فولو ات، يعني اللي بعد الصوديوم الانرت جاز على طول هو الارجون، ولا اللي بريسيد يعني قبله يسبقه؟ لا، هو هيبقى زي النيون اللي قبله مش زي الارجون اللي بعده. انت مركز؟ يبقى الصوديوم لو هيلوز الكترون هيبقى زي الانرت جاز اللي قبله اللي هو النيون، وده الميتالز كلهم كده بالمناسبه. طب لو انا قلت لك نون ميتال، لا يا دكتور، لو عندك الكلورين 17 وقلت لك يلا وزع 1s2 2s2 2b6 3s2 3b5، عارف يا دكتور ده هيحصل له ايه ده؟ ده هيجين الكترون يبقى عنده كام؟ دي تبقى 18، يبقى يتحول لارجون، يبقى النون ميتال هيبقى زي الانرت جاز بس اللي بيفولو ات. لكن الميتال زي ما احنا حليناها يا اولاد، الميتال هيبقى زي الانرت جاز ذات بريسيد ان بريودك تيبل. يا رب تكونوا فهمتوا، ويا رب يكون الويكلي اسسمنت سهل عليكم. اشوفكم على خير وتابعونا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، واكتبوا لنا في الكومنت ايه اكتر سؤال انت فهمته وما كنتش فاهمه. كان معاكم اخوكم الدحيح الكبير، اشوفكم على خير يا اولاد، مع السلامه.